انك تكون مخرج ده شيء ممكن يكون عادي شوية، بس انك تكون عاطف الطيب صعبة شويتين. البيئة دايما هي اللي بتأثر على الشخص اللي طلع منها. كده كده يعني طلع شاب صغير كده من بيئة بسيطة من قلب سوهاج اسمه عاطف الطيب، وبان عليه مجتهد، بس هو حاول انه ينقل قصته او نظرته للحياة في الافلام اللي كان بيشتغل عليها. كان بيحاول يوصل دايما الواقعية في افلامه، وده ببساطة سبب ان اسمه مخرج الواقعية او مخرج الناس الغلابة. مش معنى الكلمة ان هو على قده خالص، بالعكس هو دايما بيحكي واقع الناس الغلابة. المسمى ده يعني اللي الناس ماشية بمبدأ العين بصيرة والايد قصيرة، هو ده اللي كان بيحاول يوضحه عاطف الطيب. تعرف استاذ نجيب محفوظ؟ بص، هو عاطف الطيب زي نجيب محفوظ بالظبط. يعني اول فيلم ليه ما كانش مبشر ان المخرج اللي عمل الفيلم ده هيبقى في يوم من الايام مخضرم وليه مستقبل. كان الفيلم بعنوان الغيرة قاتلة. شويه من النقاد قالوا عليه انه مش مبشر خالص وعادي، يعني مش الواو، بس برضه في الاول وفي الاخر دول نقاد اساسي. فكرنا بعمل حلقه عن النقاد. بعض النقاد بعد ما شافوا فيلم غيرة قاتلة كان الحقيقة فيلم ما كانش بيبشر بمخرج له مستقبل كبير، لغايه لما عمل فيلمه التاني سواق الاتوبيس. بس هو ده خلاص. فيلم الغيرة قاتلة ما كانش احسن حاجه عند عاطف الطيب، لان ده كان اول فيلم يكون هو المخرج فيه. هو اشتغل قبل كده مساعد مخرج، وما كانش مساعد مخرج في افلام عاديه، ده كان مساعد مخرج في فيلم اسكندريه مثلا. بس فيلم الغيرة قاتلة هو ما حبش يظهر نفسه او يجيب كل ما عنده، خصوصا في اول فيلم ليه، عشان لو جاب اعلى ما عنده بفكره بفلسفته كده مهما يعمل بعديه الناس هتبقى مستنيه مستوى اعلى. الناس حطيت لي توقعات عالية قوي، وانا في الاخر عادي بني ادم يعني. لكن هو اختار الطريق الصح، انه يعمل اول فيلم ليه عادي من غير فلسفه واضحه او مستخبيه حتى، ويبدا بعد كده يطلع بالكيرف عشان يثبت مش بس للناس وللمخرجين انه جامد، لا ده كمان للنقاد، فاهم؟ وعشان مفيش دخان او شراره من غير نار، حصل لعاطف الطيب اكبر ازمه في حياته، الضريبه اللي دفع ثمنها غالي جدا. تخيل ابوك يجي في يوم من الايام يقول لك انت خنت البلد بجد يا عاطف. في 1992 اتعمل فيلم اسمه ناجي العلي من اخراج عاطف الطيب المخرج الاسطوري، تمام؟ هو فيلم اصلا عباره عن سيره ذاتيه لشخصيه نادي العلي، يعني ناجي العلي. اول حد يتكلم عن الموضوع ده كان عاطف الطيب، جريء برضه، وعشان جرأته دي حصل له ايه بقى يا صاحبي؟ بص، اتهامات يام وحوارات وازمات لنور الشريف وعاطف الطيب، والصحافه المصريه تشيل نجوم على الفيلم في منشطات وتبقى ازمه كبيره. مش من فراغ يعني، هو يمكن سوء تفاهم، يمكن، بص هو مش يمكن خالص، وعاطف الطيب اتظلم قوي هو ونور الشريف في الفيلم ده. بس احنا مش هنتكلم عن السبب، ملناش دعوه بالامور السياسيه، كل واحد له راي في المواضيع دي. المهم ناجي العلي يتعامل من هنا، والهجوم يبدا من الصحافه على عاطف الطيب ونور الشريف ومحمود الجندي. ليه بقى وازاي؟ نور الشريف تم اتهامه بانه قابض 3 مليون دولار عشان يعمل الفيلم ده، وان انا قابض 3 مليون دولار عشان اعمل الفيلم ده، وقالوا عليه خاين للوطن كمان. كل ده ما حصلش يعني اكيد. وبعد الفيلم والازمه اللي حصلت بسببه، لاول مره كان عايز يهاجر بره مصر ويسيبها ليهم، بس كل ده ما وجعوش اصلا. انت عارف ايه اللي وجعه صح؟ اللي هو انا ما متش لما خدت الطعنه، انا مت لما عرفت مين اللي طعني. لقيت زمايلي، بعض زمايلي مش كلهم، بيشتموني، شاركوا في المذبحه يعني، فاهم؟ محمود الجندي في الفيلم كان قايم بدور واحد مصري صديق ناجي العلي. مفيش مشاكل هنا، هو مفيش مشاكل في الفيلم اصلا، بس محمود الجندي طلع بدور مصري ودايما سكران. وهنا عاطف الطيب كان عايز يبين ايه بقى؟ محمود الجندي في الفيلم هو صوت الضمير اللي متخدر، بيجيله ساعات كده بيصحى وبيقول هم العرب اتاخروا ليه، وكل شويه يقول لك اكيد العرب يتحدوا وهيجوا يخلصوا المهزله اللي بتحصل دي. هي الجيوش العربيه مش هتيجي. عاطف الطيب هنا كان مبدع الى ابعد حد عشان يطلع محمود الجندي بدور الضمير، بس بطريقه غير مباشره، انت هتفهمها كده. بس للاسف كل ده زود الطين بله. الصحافه المصريه تستغل الموقف وتكتب ان ده توكيد واضح من عاطف الطيب انه يبين ان المصري دايما سكران ومش فايق. هم فسروها كده بدماغهم، عاطف الطيب كان شايفها من منظور تاني خالص، وهو الضمير اللي متخدر بسبب شويه حاجات كده بتحصل. الفيلم كان انتاجه ضخم جدا، فتم الاتهام كمان ان ممول مقذف، والعلاقه بين مصر وليبيا في الوقت ده ما كانتش ولا بد من الناحيه السياسيه. ده شعل الدنيا اكتر على عاطف الطيب ونور الشريف ومحمود الجندي، واتهامات ورمي بلا وحاجات كتير كده. كانت ازمه كبيره بجد فعلا، مش مجرد زوبعه وهتعدي. الفيلم اصلا ما كانش انتاج القذافي ولا اي جهه عسكريه ولا حاجه يعني، الفيلم كان من انتاج وليد الحسيني عادي. المهم ده ازمه وتعدي، وشويه والفيلم بعد معاناه يتعرض عادي في مصر، ويعمل بعدها 5 افلام كمان، ويتوفى بعد الفيلم ده ب5 سنين و5 افلام بالظبط. ممكن تلاقي مخرج مبدع ومخرج غير عادي. المخرج المبدع والمخرج الغير عادي هو عاطف الطيب، بس بجمله السير يعني المخرج الغير عادي يوسف وهبي لما كان بيصور فيلم غرام وانتقام، وكان في اسمهان تموت اسمهان وقت التصوير بسبب حادثه. الفيلم عادي في الوقت ده ان التصوير مش هيقف والعاملين عليه والمخرج هيتصرفوا يعني، ده العادي. بس اللي مش عادي بعد تغيير النهايه وانه يخليها نهايه عايزه بموت البطله، انه يظهر الجثه بتاعتها في الفيلم. ايوه فعلا جثه اسمهان ظهرت في الفيلم ده حقيقي. يوسف وهبي يسمع خبر موت اسمهان، بديهي ان البطله ماتت، ياخد كاميرته ويروح يصور جثتها فعلا وهي ملفوفه كده بالابيض. من المرجح ان هي كانت هتلبس الابيض في الفيلم، بس مش ده، بس خلاها برضه تلبسه. بس انا من رايي الشخصي ان ده تعدى على حرمه الميت. يلا اصلا ده مش موضوعنا، بس حبيت اذكر السيره بما ان الحلقه بتتكلم عن الاخراج الغير عادي. يلا نرجع لموضوعنا بقى. عاطف الطيب شقيان من صغره، كان عنده ابوه محل كده، بعد ما نقل من الصعيد للقاهره
والمحل ده في فتره من الفترات قفل، فنزل هو عشان يشتغل بقى شقيان وفاهم الشارع فيه ايه، وبرغم كل ده كان بيروح السينما على طول يعني. المهم خلص ثانويه عامه ودخل معهد السينما. دي بقى القصه باختصار. دخل الجيش وشارك في الحرب واتاثر بيها قوي. في فيلم ابناء وقتله هتلاقي شريف منير داخل وهو فرحان بيقول لاهله خبر عبور جنود مصر. واقعية عاطف الطيب هنا، هو كان مشارك في الحرب عاصر ده فنقله بطريقة ما في فيلم هو المخرج بتاعه، وشوف ملامح الفخر على وش شريف منير. هو اصلا عاطف الطيب دايما تلاقيه فخور بمشاركته في الحرب ودعس الصهاينة اساسا. ومش فيلم ابناء وقتله بس اللي هتلاقي سيرة الحرب جايه. بص المشهد ده كده، فيلم سواق الاتوبيس اللي هو كان تاني فيلم ليه برضه هتلاقي جايب سيرة الحرب، بس هنا الوضع مختلف شوية كمان. هتلاقي هنا عاطف الطيب تحسه بيتكلم على اصحابه اللي ماتوا قدامه في الحرب بس على لسان ممثل. كنا في فايد جات الاوامر نعد، ما كانش يعرف انه هيستشهد بعد ساعه واحده. واقعية برضه اهو. عاطف الطيب عدى بمحطات في حياته، عايز تعرف ايه هي المحطات دي؟ شوف افلامه هتلاقيه اصلا مقدم نفسه بس كبطل للفيلم. هو ده عاطف الطيب بغض النظر عن السيناريو. هتلاقيه مثلا مقدم نفسه في فيلم الهروب. منتصر هو صعيدي، ده اصله اصلا يعني. بص كل مخرج مش شبه التاني، بس ممكن حد يجي ويقلد المخرج الفلاني عادي، بس فكره عاطف الطيب عارف انت اللي هو بصمه حرفيا مميزه مفيش تاني ليه، فاهم؟ هتلاقي دايما الموضوع ما جاش زيها، ما جاش قبليها اصلا. قصه الفيلم ده انت ما شفتهاش قبل كده، عارف انت كان اكسكلوزيف قوي يونيك، فاهم؟ بص كده في فيلم البريء احمد زكي بيدور على البندقيه بتاعته وملهوف عليها جدا قوي. في البندقية سبته ليه؟ البندقية. هو عشان عاطف الطيب كان في الجيش وعارف يعني ايه السلاح يضيع من الجندي والعقاب بتاعه كان عامل ازاي، فورالك ده في فيلم. وعشان احمد زكي برضه هو ذكي فعلا وشاطر قوي، عارف ينقل مشاعر الخوف واللهفه اللي عاطف الطيب عايزها في المشهد ده. في كيمياء كده اصلا بين عاطف الطيب واحمد زكي واضحه قوي في افلامهم سوا. وطبعا عشان الواقعيه كان عنده في افلامه منطق، يعني لو النهايه هتكون حزينه بس واقعيه واي نوت عادي طالما هي منطقيه نعملها يا عم في ايه يعني. فيلم الهروب موت احمد زكي هو ازعلك في مشهد مأساوي جدا، هو وكمان الرائد سالم اللي كان واقف جنبه طول الفيلم وبيعمل باصله، بس النهايه لوجيك ومنطقيه. فعادي مش شرط هنا نبين ان البطل هياخد اللي هو عاوزه في الاخر بعد ما يمكن يكون اتظلم، لا هو هيتظلم ومش هيطلع بريء كمان. يلا يا عم وريني هتعمل ايه. ما صدقني مفيش احسن من المنطق برضه. ما هو مش معنى اني بحب البطل ده واتعلقت بيه طول الفيلم او المسلسل مثلا لحظه موته تخليه يتفاداها عادي ويكمل عشان انا اتعلقت بيه. خليك كده راجل توريني المنطق على طول. هزعل واتاثر بس الموضوع هحسه، مش لازم افرح دايما والخير منتصر. عادي لما يكون الشر اقوى وينتصر برضه، مش مهم انا كمشاهد افرح. لو هفرح وفي منطق واقتنع ماشي، لكن لو هفرح بمشهد مع غياب المنطق مش حلوه دي. طب ما كل او اغلب الناس اللي شافوا لاكاسا اتعلقوا بشخصيه برلين، مات هو في السيزون الاول واغلب الناس زعلت. لو مخرج مش شاطر وشايف ان هو من الاحسن تجاريا انه يخليه يكمل عشان المسلسل يبيع اكتر، هيوريهولك مثلا انه راح من مخرج تاني وهيقابله، بس هو عادي عشان المنطق خلى برلين يموت عادي مفيش مشاكل. بس في نفس الوقت هو معانا في المسلسل برضه عادي، هو مش هيظهر غير فلاش باك ومش كل شويه ساعه اللزوم بس يعني. هو مات يعني مات خلاص. سليم الانصاري باشا مصر اتعلقنا بالشخصيه دي وقطع يا مصر وكده يعني. دي بقى مش حاجه تخليه يتغربل كل مره وما يموتش اطلاقا. هيعيش لا بسيطة ان شاء الله. ايه حب الناس كافي خليه حاضر حاضر مش حاضر غايب يا عم، ده مش موضوعنا. المهم وانت بتتفرج على فيلم من اخراج عاطف الطيب هيعدي عليك مشهد كده انت المفروض ما تعدهوش، لان عاطف الطيب ما كانش عشوائي خالص. في فيلم الهروب الرائد سالم بيطلع سيجاره لمنتصر، في اللحظه دي المفروض ان ام سالم هتدخل عشان تشوف ابنها. منتصر مرضاش ياخد منه السيجاره مع انه مدخن ومدخن شره كمان، ويمكن ما دخنش بقاله فتره، بس رغم كده هو مستحيل يدخن قدام امه. المشهد للحظه واحده بس ممكن يبان قدامك انه عادي جدا، بس الحقيقه المشهد ده مش عادي خالص. هنا عاطف الطيب بيوريك ولاء وتمسك منتصر بامه، والحقيقه هنا عاطف الطيب ما يقصدش احمد زكي. ما هو انت في الفيلم اكيد هتكون عارف ان اكيد منتصر اللي من اصل صعيدي متمسك بامه وعنده ولاء ليه. المفروض مكان منتصر ده هو عاطف الطيب اصلا، مش عشوائي فاهم يعني. قبل ما هيعمل الحركه دي عارف هيعملها ازاي ودارسها قوي. هو مش هيبقى عارف ايه هي العواقب بس قشطه طالما هينقل الواقعيه عادي خلاص. وبس كده. لو عجبك اللي بقدمه ممكن عادي جدا تدوس سبسكرايب وكومنت لو عايز، وبس. صباحكم مساءكم لذيذ.